السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بسعادة وبهنا وفرح. كل سنة وأنتم بتفاؤل وفي أمل، ربنا يحقق كل أمانيكم. يسعدكم يا رب. وحشتوني كتير كتير، آسفة جدًا على التأخير، معلش كده. صراحة كده الواحد بييجي له كده شوية إحباط، فمش الواحد مش نفسه ينزّل، معلش أنا آسفة جدًا. بس هاحكي لكم النهارده فيديو جديد جميل جدًا. فيديو بقى بقى روايح زمان كده، والكحك بقى والحاجات الجميلة. وفرحة العيد ولمة العيد. يعني تحس إن أول ما الواحد يعمل كده شوية العجين وشوية الكحك، تحس كده، تشم بريحة العجين كده، تحس إن البيت كده مليان خير، مليان سعادة، تحس العيد فعلا بقى عيدين. النهاردة إن شاء الله فيديو النهاردة جميل جدا، وهنحكي كده حكاوي كده أيام زمان. واللمة دي فكرتنا كده زمان كده، ما نروح نقعد مع أمتنا كده واللمة كده مع العيلة، ونقعد بقى نغني بقى مع بعضنا كلنا. يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا، يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت. كانت ايام جميله، كل واحد ما يجي يعمل بقى الكحك والحاجات دي، تفكر بقى ايام زمان وايام الطفوله. ان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم. هنسمي الله كده وهنشوف ايه هنعمل ايه النهارده. شاهدوا الفيديو للاخر، ان شاء الله تستفادوا منه، وكمان هتستمتعوا بحكاوينا وذكريات بقى يا زمان. وما تنساش يا حبايبي كده باللايك والاشتراك في القناه. دلوقتي كده كده حبايب قلبي كده انا عملت ايه، انا دلوقتي كده عملت ايه عجينه الكحك. حطيت كده 4 كوبايات دقيق، حطيتهم كده 4 كوبايات. وحطيت عليهم بقى المواد الناشفة اللي هي بقى ايه، حطيت الخميرة. وحطيت معلقتين كده سكر بودرة. وحطيت معلقة كده صغيرة كده ريحة الكحك. وحطيت ذرة ملح. وقلبتهم كويس، وحطيت كده ايه حوالي 3 معالق كده سمسم محمص كده وانا حمصتهم كده عشان ايه، روائح زيتية كده بتاعته تطلع، تبقى تدينا ريحة حلوة ايه للكحك. وقلبتهم كويس. وبعد كده حطيت كده كوبايه وربع سمنه. دلوقتي كده انا ببسهم كويس كده بايديا كده انتوا شايفين كده ببسها او بفركهم كده عشان السمنه ايه معايا كده تبان في الكحك. ولما كده احس بقى اشوف، لما احس كده ان العجينه كلها كده السمنه بانت كده كده في الدقيق. حتى زي ما انتوا شايفين كده بلقاها كده تتلم معايا كده من السمنه. هكمل بقى العجين ايه باللبن. تاخد حوالي كده معايا كده ايه زي نص كوبايه لبن. طبعا انا مش هقدر اقول لك العيار يعني هي مش هتعملي طبعا بالعيار بالظبط انا عاملاه. اقول لك ليه، عشان في دقيق بيقبل سمنه، في دقيق ما بيقبلش. فيعني برضك حسب الدقيق، وحسب كمان السمنه. فبرضك يعني ايه، مش بالعيار بالظبط، انت برضك الدقيقه قدامك والعجينه قدامك، وهتعرفي ايه وتظبطيها قدامك. يعني عندي كده في عجينه لقيتني ان انا زودت لها سمنه، وفي عجينه التانية اللي انا عملتها زودت لها دقيق. برضك يعني العيار ما بيختلف معانا في نوع الدقيق زي ما قلت لكم. هتبقى كده في العجينه تظبطيها، هتعوز سمنه تحط لها، هتعوز دقيق تحط لها. أنا دلوقتي لقيت العجينه محتاجه سمنه فحطيت لها سمنه دلوقتي. فحسب العجينه معاكم كده يا حبايبي. وهبدا كده اشكله بقى مع الاولاد. طبعا احلى حاجه كده تلم عيالك حواليكي ويعملوا معاكي. يعني احلى فرحه الاولاد بيفرحوا بيها اكتر كمان من الاكل عميل بيحبوا هم بقى يشكلوا ويعملوا ويعجنوا ويحبوا قوي اللمه دي. واحنا كنا صغيرين برضه كنا بنحب اللمه دي قوي. بس زمان بقى كان بيختلف بقى عن دلوقتي. يعني دلوقتي يعني العاده دي بدات يعني تبقى قليل قوي، يعني ما حد بيعمل العاده دي. الاول بقى كانت تلقى كل العيله تتجمع مع بعضيها، تلقى السلاف كلها مع بعضيها يعملوا مع بعض. ما دلوقتي يعني قليل، كل واحد دلوقتي بتعمل لوحدها. قليل يعني دلوقتي ما بيعملوا مع بعض. لكم دلوقتي دلوقتي اللي قدامي ايه ده حبايبي، دي عجوه، هي عجوه البلح. حطيت لها سمنه وشوحتها كده على النار بس كده. وعملتها كور صغير عشان ايه هحشي بيها. ممكن بقى تحشي بقى بملبن، بالعجميه، زي ما انت حابه. تعملي الساده زي ما انت حابه بقى. طبعا كل واحد دي حاجه بترجع ايه زي الحاجه اللي بحبها. المهم كده يا حبيبتي، حطيت لهم كده يشكلوا معايا. بعملهم كور كده وما بيشكلوا كده معايا ايه بالمنقاش. وفي برضك حاجات بلاستيك كده بيعملوا بيها. بس طبعا بحب المنقاش، يعني هي بيسهل كده على طول. يعني ما اجي اعمل العجين بفتكر بقى الذكريات الجميله بتاع زمان. يعني احنا كانت
كانت عادتنا بقى أمي ولسه عمامي يجمعوا مع بعضيهم ويعملوا مع بعض. بس بقى زمان بقى كان بيعملوا إيه كميات يعني الخ يعني حاجة كانت رخيصة والحاجة كانت ما شاء الله الخير كان كتير. إحنا دلوقتي نعملها إيه 2 كيلو، 3 كيلو، هُم ما شاء الله كانوا بيعملوا بال50 كيلو، بال25 كيلو، يعني ما شاء الله كانوا بيعملوا كميات كتيرة، حاجة رخيصة بقى والخير كان كتير ما شاء الله. يعني كنا بنقعد كان بيقعدوا اليوم كله، يعني يبدأوا كده من بعد الفطار يفضلوا تاني يوم العصر عقبال ما يخلصوا، يوم بحاله بقى، أصل هُم بقى مش كل واحدة كانت بتعمل لوحديها لأ، كانوا بيعملوا كله في يوم واحد. العجين كله في يوم واحد، الكحك والبسكويت كله في يوم واحد. بس كان يوم يبقى جميل أوي كده وكلنا نتجمع بقى ونصطحب مع بعضينا ونفضل بقى نعمل معاهم يعني اللمة لوحديها كده يعني فرحة كده، تحسي كده إن انت في فرح، يعني يبقى عيد تاني تحس العيد فعلا بقى عيدين. اللمة دي كانت يعني تبقى لمة كده والجو الأسري كده بقى وتلقى بقى الهزار والضحك ومش عارفة ايه، يوم يبقى فعلا جميل جدا يعني، أجواء، ذكريات، فعلا أيام ما تتعوضش. يعني اليوم عارفة يعني أنا في اليوم ده ما بانامش، يعني كنت صحتها كنت صغيرة قد ولادي كده، بنحسانة ما ب أغل يعني أصل على نفسي بالعافية، يعني مش عاوزة أفوّت ولا لحظة من اليوم ده، يبقى الواحد يبقى فرحان باللمة كده يوم يبقى جميل أوي، أفضل سهرانة كده للصبح ما انامش أنا في اليوم ده، يوم يبقى جميل أوي، وكل واحدة بقى تتهزر مع التانية ومش عارفة دي عملت بسكويت إيه وده عامل كعك إيه والأولاد مش عارف إيه، يعني يوم يبقى جميل. بس للأسف دلوقتي خلاص الحاجات دي بدأت تنقرض خلاص، يعني للأسف حاجات جميلة للأسف بدأت تنقرض يعني، قليل ما حد دلوقتي بيعمل مع حد يعني. دلوقتي كده يا حبايبي كده أنا هاعمل بقى العجينة التانية، هاعمل دلوقتي إيه المنين، عجينة المنين. دلوقتي حطيت برضك 4 كوبايات كده دقيق و وكوباية إلا ربع سمنة وربع كوباية زيت، وحطيت برضك المواد الناشفة برضك حطيت الخميرة وريحة الكحك وذرة الملح ومعلقتين برضك السكر البودرة، قلبتهم كويس وبعد كده حطيت إيه السمنة والزيت، هيبصّهم برضك نفس الحكاية كده زي الكحك، لحد ما تظهر معايا السمنة كلّها كده في الدقيق. جيت في العجينة دي بقى ما احتاجتش سمن بقى، احتجت إيه دقيق، فالواحد برضك العجينة اللي قدّامه يشوفها بقى دي، محتاجة دقيق، محتاجة سمنة، ما برضك يعني السمنة والدقيق بيفرق، ونفس الحكاية نوع الدقيق ونوع السمن هو اللي بيفرق في الحاجة تطلع معاكِ كويسة، يعني الدقيق الخشن ما بيقبلش سمنة كتير، فتطلع معاكِ الكحك مش دايب كده. الدقيق بقى الناعم كده يقبل سمن كتير ويطلع معاك الكحك دايب وحلو. فالدقيق الناعم ده هو اللي هو الرقم 0 والرقم 1 ده حلو بقى في الحلويات والمعجنات، في الحلويات مش مش المعجنات، لأ المعجنات الدرجة التانية اللي هو الخشن، هي المخبوزات بقى الخبز وكده، أما بقى الكحك بقى بسكويت نمرة 1 بقى هي الدقيق الناعم ده عشان يقبل معاكِ سمن والحاجة تطلع ناعمة. هنا برضك عملت كده لفّيتها رول كده وافردها كده طول كده عشان أحشيها بقى بالعجوة وأقطعها كده بالسكينة، ده بقى المنين، أسهل تشكيلة بقى اللي هو المنين ما بياخدش معاك وقت زي الكحك. أحط بقى العجوة كده وألفها عليها تاني. طب أنا عملت الكحك بعد الفطار عشان الأولاد طبعا صايمين ومش عارفة ايه يبقى تعبانين وكده فقلت بقى بعد الفطار كده بقوا مسهرانين بقى كده يعرفوا يعملوا معايا. أنا بقى جبت السكينة أقطعها كده صوابع كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الصاج ما بنحطش عليه زيت خالص ولا أي حبات، زي ما انتوا عارفين بقى العجين ده واخد سمن كتير فمش هيلزق ولا يجرى ولا حاجة. طبعا هما بيحبوا قوي هما يرصوا بيتخانقوا على الرص مين يرص. دلوقتي بقى كده هعمل بردك كحك عجل كده يعني دول بقعد بقى اعملهم كده كذا شكل كده افرح بيهم كده الاولاد كذا شكل كده. دي كحك العجل عندنا مشهور عندنا في الصعيد.
ده كمان. وهعمل كمان كده اللي هو الرول كده اسمه، بيقولوا على كعب الغزال، بس انا ما للاسف يعني ما نسيت اصورها معاكم، بس اوريكم شكلها. يعني انا فردت العجينه خالص كده وعملتها رقيقه خالص، ما تخنتهاش بقى زي دي، عشان دي كانت هتتعمل قطعه واحده. عملتها رقيقه خالص كده، حته صغيره ورقعتها خالص، حطيتها عجوه ولفتها رول. دي بيسموها كده كعب الغزال يعني. يعني هي شكلت كده كده كام شكل كده. دلوقتي كده انا هعمل عجينه الغريبه. الغريبه دي بقى هي تختلف بقى. بنحط السمنه قد السكر. حطيت كوبايه سمنه ومعاها كوبايه السكر، واحط عليها كيس فانيليا. بس كده. مكوناتها 3 حاجات: سمنه والسكر والدقيق بس. طبعا بقى هضربها كويس جدا كده لحد ما تلقى معاك اللون كده بقى ابيض كده قدامك، بقى كريمه كده معنى اصح. طبعا ما عندك بقى مضرب بتاعها، يبقى سهل عليك يعمل على طول. الدقيق بقى زي ما هتقبل معاه. بس طبعا دي مش هتلاكها بقى ولا اعجن بقى زي الكحك. تعرف البسكوت والحاجات دي ما مش عاوزه ضحك ولا بتاع، عشان بقى مش لاقي عرق. يا دوبك انا بلم كده بطراطيف صوابعي كده. لم بس كده. مش بعجن، انا بلم بس الحاجه، عشان ما يبقاش ليه عرق كده ويطلع معاكي كوابس وكده فانا بحط حبه حبه كده وما اشوفها على قد ما تقبل معايا. مش هحط برضك الدقيق مره واحده اللي يجي معايا زياده وكده تبقى مشكله. بحط حبه في حبه كده واشوف. كيس الفانيليا كنت نسيت احطه في الاول، بس حطيته وقلبته مع شويه العجين ومفيش مشكله يعني. طبعا الغريبه دي احسن حاجه يعني تعمليها كور صغننه جدا على قد ما تقدر. وطبعا كلها تبقى سوا واحد بقى. كل ما تصغريها تبقى احلى وشكلها احلى. عشان لسه كمان في السوا بتتنفش شويه. انا حطيت لها بقى في النص كده حبه فوق. انت ممكن تحطي اي حبه، اي حاجه وقت حابه بقى. اي نوع من المكسرات، اي من نوع من الحاجات التانية دي اللي هي بقى بتتباع في مستلزمات بقى، هي الحلويات وكده. دلوقتي ده كده بعد ما خلصتهم بقى دي الاشكال. ودي اللي عملتها رافضه سبتها لما ما رضيتش ازعلها. هما كده، ودي برضك سيف عملها كده واحمد. يعني هما فننوا كده حاجات من دماغهم كده فسبتها لهم، طبعا ما رضيتش ازعلهم. احنا عاملينها عشان مين؟ عشانهم هما بقى يعملوا الشكل اللي هم عاوزينه، مفيش مشكلة. نفرح. دي الكعب الغزال قلت لكم عليه. بس كده دي الكمية، واسيبها يختمروا شوية كده حوالي كده 10 دقايق كده وسويتهم. طبعا التسوية دي أهم حاجة بقى عشان يطلع معاكي مظبوط. ما تعملي في النص. ما تعمليش في الدرجة الأولانية لتحت، عشان ما يشربش منك. وطبعا مش هيستوي كويس. على نار هادية، أقل درجة عندك. ومن تحت، من النص قصدي، الشبكة من النص. وانا بحمرهم كده من فوق من تحت، بقلبهم من الناحية التانية وبحمرهم من ناحيتين. دلوقتي كده هحط لهم بعد كده السكر البودرة. واتمنى تكون طريقتي البسيطة تكون عجبتكم. وكل سنة وانتم طيبين. وتسلم ايدكم يا حبايبي و... ويتعدعكم بخير. ومع ألف سلامة.